السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نحضر معكم واحد الحرشة اللي الا جربتيها غتولي معتمدة عندك. عندي في واحد البول تناخذ 4 كيسان ديال السميده رقيقة اللي تنصايبوا بها البغرير والحرشة، وقياسك ديال الملحة، وعندنا 4 كاس ديال الزيت النباتية باش كنبسبسوا الخليط، ومعلقة كبيرة ديال السنيدة، والماء ديال الروبيني بارد عادي. غادي نشوف شحال هزت معايا ديال الماء وغنقول لكم. وعندنا واحد الجزلافه غادي نقصوا منها شويه من هذاك الخليط من بعد ما غنبسبسوه بالزيت. والمقله راني تندهنها بالزيت وتنلبسها بواحد البلاستيكه، وهانتوما غتشوفوا كيفاش. وعندي خماره ديال من وزن 8 غرام، الخماره ما نستعملهاش دابا حتى نبسبس هذاك الخليط، هذيك السميده مع الملحه والسنيده والزيت، ونقص هذاك الشيء اللي بغيت نقص. عاد هذيك الساعه غادي ندير الخماره. غنخلط دابا داك الخليط. الله اكبر. نقص الكميه اللي غادي تقدني باش غادي ندير البيتزا اعتذر الحرشه من جوج جوايه، من الفوق ومن التحت. والقياس ديال السميده اكيد دائما تيبقى على المقله ديالكم قداش. وهذا الخليط هاد الحرشه هذه تندير انا، هو عاده فاش نبغي نطيبها الصباح للفطور تندير ليها هكا، تنبسبسها هكا بالزيت والملح والسنيده وتنحطها على جنب حتى لغد ليه في الصباح حتى نعجنها ونطيبها. وإلا كنت باغيه نطيبها للكوتي تنصايبها في الصباح حتى العشيه تنعجنها، تتجي رائعه بزاف، ما يمكنش ما تصدقش معاك بهذه الطريقه. انا اليوم لا مع بغيت نصور معكم مع خلطت مع طيبت. صافي من بعد ما نقصت هذاك الخليط في الزلافه اللي غادي نخدم به، غادي نضيف دابا الماء. غادي نضيف الكاس الاول. السميده دائما الحرشه دائما ما تتعجنش، يعني صبعنا ما تنجمعوهمش فاش نكونوا تنعجنوا، تنخليهم محلولين كيف ما موضح الفيديو باش كل حبه تتبقى بوحدها ما تتلاصقوش وما تتعجنوش. المهم درت الكاس الاول وتنخلط بصباعي غير هكا بواحد الشكل دائري، وزدت الكاس الثاني تقريبا 2 كيسان، نقولوا 2 كيسان ديال الماء. وغادي نخليها ترتاح واحد 3 ثواني ولا 4. من بعد ما ارتاحت ليا السميده ديالي تتشرب هذاك الماء، غادي نخويها في هذاك المقله اللي مدهونه بالزيت وملبساها بالميكا بلاستيكه. صافي تنسرح الحرشه ديالي بحال على هذا الشكل هذا، نسرحها كامله في المقله. ضروري ملي غنسرحوها غادي نقادوها من الجناب معلقه ولا سباتيل باش ما تكونش من الجناب بحال هذاك الشكل، يعني تطيب وتتجي مفرقعه، ما تجيش زوينه لا في المنظر لا تتقساح. تناخذ نصف الكميه ديال هذاك الخليط اللي طرفت في الزلافه، تنديرو من الفوق على هذا الشكل هذا، وتنسرحو كامل فوق الحرشه ديالي حتى تنغطيها. والجوانب حتى هما ضروري ما نساوهمش بحال هكا. وصافي من بعد غادي نقادها من الجنب بالمعلقه كيف ما قلت لكم، معلقه ولا سباتيل. انا تنجر البلاستيكه تنجر البلاستيكه وتنقاد. صافي دابا غادي نقلبها في الخشبه ديالتي باش نطيب الحرشه بحال هذا الشكل هذا. تنحيد البلاستيكه وتنرد الحرشه غير بشويه، نحاول معها حتى نردها المقله. راه سهله ما تتخسر ما والو، كيف ما شفتوا هانتوما تتجي مقاده. تنحرك المقله هكا باش ديك الحرشه تتشد بلاصتها. وصافي تندير الخليط الاخر من الفوق اللي بقى ليا في الزلافه ديال السميده، تنسرحوها هكا مزيان من الفوق. والجناب ضروري الجناب ما نساوهمش، لحقاش الا ما وصلتش الجناب تيلصقوا فاش تقلبيها. صافي من بعد تنقادها عاوتاني بالمعلقه من الجناب، وتنتقبها واحد 5 ديال التقيبات ولا 6 بالكيردون، وتنحطها فوق البوطه كيف ما تتشوفوا. غير غادي طيب واحد شويه تقساح من الفوق، خلاص الطيب ديال الحرشه راه كلشي تيعرفوا. غادي تقساح غادي نقلبها، ومن بعد راه غنبقى ندور المقله في الجوايه كاملين فوق البوطه حتى كتحمر من الجناب ومن الوسط. وغنبقى هكا حتى طيب الحرشه ديالتي. من بعد ما قلبتها المره الاولى
ها هي تحمرات، باقي غادي نردها من واحد الجهه صفرا شي شويه، وصافي دابا غادي نديرها طيب من الجهه الاخرى اللي باقا خضرا. وأنا معاكم غنوريكم كيفاش تخرج. والله الا تيقوني البنات غيحاولوا تجربوها، ما يمكنش ما تصدقش معاك هاد الحرشه هادي، تتجي تماما بحال ديال المحلابات، ورقيقه وبنينه وهشيشه، والمهم هو انه دغيا تتوجد. ثلث ساعه ما كاملاش، الا تعطلتي كاع نص ساعه ما بين العجينه والطياب ديالها، وصافي ها هي وجدات. انا غادي نقطعها معكم دابا وتشوفوها، باقا سخونه. الا خلطتوها، الا بسبستو هادي السميده وخليتوها حتى لغد ليه في الصباح باش تعجنوها تصايبوها، الصراحه تتجي ساهله، بحال الا وهي اصلا خفيف الشغل ديالها ما كتيرش، ولكن تتجي خفيفه بزاف في الشغل، وتتجي سهله بزاف. وهي هادي الحرشه كيفاش تتجي رقيقه من الوسط، ما غليظاش، وكل حبه بوحدها، ومع كويس ديالها بالنعناع، وبالصحه والراحه.